السلام عليكم. مرحبا بكم متابعي ومتابعات قناة نجوميات. في هذا التقرير نرصد لكم أبرز الفنانين والفنانات العرب الذين دخلوا عالم الفن بالصدفة. عادل إمام. في لقاء تلفزيوني للفنان عادل إمام من تقديم الإعلامي أشرف عبد الباقي، أكد الزعيم أن المرة الأولى التي شاهد فيها سينما كان في الطريق مع والدته وهو بعمر 7 سنوات، ولم يكن يعلم ما هي السينما ولماذا يصطف الناس أمام ذلك الشباك لقطع تذكرة. وتابع قائلا: شعرت بحالة سعادة وقعدت أعيط عشان أمي تدخلني مع الناس دي، بس ضربتني علقة وروحت، ومن يومها عشقت السينما. وأضاف الزعيم أيضا: ما كنتش مخطط أني أكون ممثل، مشيت في التعليم ومجموعي دخلني كلية الزراعة، وفجأة وجدت زميلي الفنان صلاح السعدني وبعض من زملائنا معهم استمارات. سألتهم رايحين فين؟ قالوا رايحين تقديم مسارح تلفزيون. جريت جبت الاستمارة ولازم أتصور، وما كانش عندي صور. خدت صور وانا في 3 إعدادي وما كانش عندي حل تاني. ليلى علوي. قالت النجمة ليلى علوي أنها كانت تحب التمثيل منذ أن كانت طفلة صغيرة، مضيفة أنها كانت تذهب إلى السينما كل أسبوع، وبعد عودتها إلى المنزل كانت تتقمص شخصيات الفيلم الذي شاهدته. وأضافت: ما كنتش بفكر أشتغل وقتها، لكن والدتي كانت بتشتغل في الإذاعة، وهناك التقيت بالمخرج حسن غنيم وعملت اختبار ونجحت فيه، ودخلت عالم الإذاعة وبعدين ترشحت لأفلام. علي ربيع. قال الفنان علي ربيع أنه لم يكن يحلم نهائيا بالتمثيل، لكنه كان يتمنى أن يكون لاعب كرة قدم، ولكن صديقه بالصدفة طلب منه أن يأتي معه للمسرح لأنه كان يعمل فنانا. ومع أول مسرحية له وجد تفاعلا إيجابيا من المشاهدين. غادة عبد الرازق. تخرجت الفنانة غادة عبد الرازق من الأكاديمية البريطانية شعبة إدارة أعمال، والتحقت بالكلية عن غير رغبة منها، إذ كان لديها أحلام كثيرة مثل أن تكون مضيفة أو طبيبة، لكن والدها أجبرها على الالتحاق بالأكاديمية البريطانية. وكشفت غادة في أحد اللقاءات التلفزيونية عن بداياتها في عالم الفن وكيف لعبت الصدفة دورا في دخولها هذا الميدان. وأكدت أنها بعد مشاهدة عرض مسرحي للنجم سمير غانم توجهت لتهنئته، فعرض عليها أحد المخرجين العمل في فيلم للفنانة شريهان لأنه كان يريد وجها جديدا. أحمد العوضي. ذكر الفنان أحمد العوضي أنه بدأ رحلة التمثيل في عام 2009، موضحا أنه دخل مجال التمثيل بالصدفة، وكان الفنان نور الشريف السبب في دخوله. وروى العوضي خلال استضافته في برنامج معكم المذاع عبر فضائية CBC مع الإعلامية منى الشاذلي قصة دخوله مجال التمثيل قائلا: كنت في عيد ميلاد وعرفت أن نور الشريف بيعمل كاستينج للتمثيل، فأنا كنت رايح علشان أشوف نور الشريف بس علشان بحبه جدا، مش رايح عاوز أمثل. ريهام عبد الغفور. قالت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها محظوظة لأنها ابنة الفنان الكبير
أشرف عبد الغفور، لأنه شخص صادق وطيب ومخلص جدا لعمله، ويبذل الكثير من الجهد في التمثيل. وأضافت عبد الغفور في حوار خاص مع رحمة خالد مقدمة برنامج 8 الصبح على قناة DMC قائلة: والدي لم يشجعني على الإطلاق على دخول المجال الفني، خاصة في مرحلة دراستي الجامعية، وبعد أن بدأت عملي شجعني كثيرا، ولم يرشحني على الإطلاق لأي منتج لأشارك في عمل فني. أحمد حلمي. الممثل المصري أحمد حلمي تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الديكور، وبدأ بالعمل في مجال هندسة الديكور لفترة معينة، إلا أن الصدفة فتحت أمامه عالم الفن، وقام بدوره الأول في فيلم عبود على الحدود. فادية عبد الغني. روت الفنانة فادية عبد الغني أنها بدأت التمثيل بالصدفة، حيث كانت في زيارة لمنزل إحدى صديقاتها التي كانت تعمل مهندسة ديكور، وزوجها كان يعمل في التلفزيون المصري، وكان يزورهم في نفس الوقت المخرج عمر بدر الدين، والذي عرض عليها العمل معه في سباعية شاركت فيها مع الفنانة ليلى طاهر. شريف سلامة. خلال حواره ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، قال الفنان شريف سلامة أنه عمل في مجال التمثيل عن طريق الصدفة، فلم يكن يحب التمثيل، وخاصة أنه غير معجب بالشهرة. ويذكر أنه بدأ مساعد مخرج، وكان يطمح إلى أن يصبح مدير التصوير، لكن الفنان الراحل محمود عبد العزيز لفت نظره وجعله يشارك معه في مسلسل محمود المصري. ياسمين صبري. الممثلة المصرية ياسمين صبري درست في كلية قسم الصحافة والإعلام، وعملت لفترة في هذا المجال، إلا أنها قررت بعد ذلك العمل كموديل في الإعلانات، حتى رآها المخرج عادل أديب وأسند لها دورا تمثيليا. باسل الخياط. روى الفنان السوري باسل الخياط أنه بدأ مشواره الفني كممثل بالصدفة عندما كان في فرقة كشافة سورية، حيث كانت المسرحيات إحدى أنشطتها، وشعر بالغيرة بسبب عدم اشتراكه في مسرحية لاقت إعجاب المشاهدين. بعدها قرر المشاركة في مسرحيات الكشاف والاشتراك في أنشطتها الفنية. نيلي كريم. أصبحت الممثلة نيلي كريم من نجمات الصف الأول، وكانت قد صرحت في إحدى مقابلاتها أنها لم تتخيل يوما دخولها عالم التمثيل، بل أنه جاء عن طريق الصدفة، إلا أنها أحبته واستمرت فيه. يسرى. صرحت النجمة الكبيرة يسرى خلال حوار لها أن دخولها مجال الفن كان صدفة، وقالت: كل حاجة جت صدفة، بس صدفة تمنيتها، لأني تمنيت أكون فنانة، بس الصدفة لعبت دور معايا، وكنت فرحانة إنه ربي حقق لي حلمي، لأني ما كنتش متصورة إنه يتحقق. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.